السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم مطبخ تيما، فيديو جديد ودائما مع تحضيرات معسلات شهر رمضان الفضيل. اليوم ان شاء الله جبت لكم اسهل والذ المعسلات الرمضانية بدون ورقة البسطيلة ولا ورقة الفيلو وبدون قلي، اقتصادية بكمية اللي هي كبيرة، بلا لوز واللي داقها كيحلف بمذاق اللوز بواحد الحشوة اللي هي جديدة معلكة خطيرة بزاف. غادي ندير معكم اشكال وحشوات اللي هي مختلفة، كتجي مقرمشه من برا ومعلكه من الداخل باسهل طريقه مختصره في التشكيل. ممكن تعتمدوهم كربات بيوت وتزينوا بهم الموائد الرمضانيه ديالكم، وكذلك السيدات اللي كيبغيو يتعاونوا مع الاسر ديالهم ويديروا الكوموند. غادي نعطيكم في هذا الفيديو هذا الثمن ديال البيع، تفاصيل الطهي، وكذلك الطريقه الصحيحه للاحتفاظ الا بغيتوا تخدموا كميه اللي هي كبيره، كيفاش تحتفظوا بها باش تحافظوا على الجوده ديالها. فكيف العاده بقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش تكتشفوا كل هاد التفاصيل. شجعوني بلايكاتكم وتعليقاتكم اللي كتفرحني بزاف بزاف، والا كانت اول مشاهده لكم للقناه الف مرحبا بكم. ضغطوا زر الاشتراك، فعلوا الجرس باش توصلوا بجديد كل الوصفات. فكنبداو بسم الله اولا بالخليط ديال العجين. غادي نديرو هنايا جوج ديال الكؤوس ديال الدقيق الابيض مع كاس ديال الدقيق ديال النشا. غادي نمشيو لهذا العجين ديال الخيوط ديال الكنافه. بالنسبه للعجين فقيسوا القياسات كلها بنفس الكاس، ماشي بالضروري كاس ديال العنبه او غيره. انا خدمت بكاس السعه ديالو 200 ملل، يعني كاس ديال الشاي المغربي، كاس ديال العنبه. ولكن نتوما غتخدموا باي كاس عندكم، غير قيسوا كل القياسات بنفس القياس. درت جوج ديال الكؤوس ديال الدقيق نخلطهم مع كاس ديال دقيق النشا، ومن بعد كنضيف الماء بالتدريج، جوج ديال الكؤوس تدريجيا. كنبقى كنخلط الخليط حتى كنحصل عليه بشكل اللي هو ناعم، ما يكونوش عندي بتاتا فيه الكويرات. ممكن تطحنوه بالميكسور اولا ممكن ديروه حتى في العجانه وديروا ليه هذاك الطراب يطربوا مزيان. خاصنا نحصلوا عليه هكا ناعم، ما كنضيفوش الملح في الاول حتى كنخدموه مزيان. عاد باش كنضيفوا في هذه المرحله هذه 3 ملاعق كبيره من الزيت بهذا الشكل هذا. غادي نضيفوا ايضا ملعقه صغيره من الخل او نصف ملعقه اللي هي كبيره من الخل. انا درت هنايا غير نصف معلقه. غادي نضيفها على الخليط، ونضيف ايضا ملعقه صغيره او لما كاملاش ملعقه، يعني غير واحد ربع ملعقه من الملح. غادي نخلط هاد المكونات جيدا مع بعضياتها. ديما الملح كنضيفوه في الاخير. تقريبا انا راه بقيت واحد 2 دقائق وانا كنمزج الخليط بهذا الشكل هذا حتى كنحصل عليه بهذا القوام، يعني كيطلق الخيط ديالو. غادي نحيد هاد الطراب وغادي نديرو هكا في شي اناء اخر ونصفيه. ضروري ما نصفيه وما يكونوش فيه هكا حتى شي حبيبات يعني ديال الدقيق. غادي نصفيه وغادي نحتفظ به جانبا واحد المده. كل ما خليتو كل ما الدقيق ديالكم كيطلق الخيط. ومني كنبغيو نخدمو يعني الخيوط ديال الكنافه كتجي رقيقه وما كيبقاش الخليط ديالنا كيتقطع. غادي نغطي عليه انا جانبا ونخليه على ما نوجد الحشو. وهذا نتوما ملي كنهزو كندير بحال هكا كيخرجوا دوك الخطوط وما كيتقطعوش. بالنسبه للحشو فغادي نبدا اولا بكميه من الفول السوداني. كل شكل غادي نعطيكم ان شاء الله الكميه ديالو بالضبط شحال درت فيه. هنايا تقريبا درت كيلو ونصف حتى ل2 كيلو من الكاوكاو اللي بدون قشر. طبعا نضيفوا عليه الماء ونضيفوا عليه هنايا شرائح من الحامض او الليمون. كنضيف يا اما النكهه ديال زهره البرتقال، هذيك الا درتوها فغادي ديروا واحد 3 حتى ل 4 ديال الاكياس، اولا ضيفوا النكهه ديال الزهر. انا حيت متوفره ليا هي اللي ضفت. كنديرهم في الطنجره ونخليهم حتى كيغلاو. ملي كيغلى ليا بهذا الشكل هذا كنصفيه وكنعاود نديرو يتسلق. يعني كسلقتوه على هذا الشكل هذا 2 مرات بنفس الطريقه. كنخليه يتسقطر ونديرو في واحد المنديل حتى كينشف تماما من الماء ديالو. عاد باش كندير ملعقتين من الزيت عليه وغادي نلبسو بهاد 2 معالق ديال الزيت وندخلوه للفران باش يتحمر. وديما الكاوكاو انا درت هاد الطريقه يعني باش نستغنى على القلي. ديما الكاوكاو ملي كندخلوه للفران او لاي نوع من المكسرات فكنقصوا النار، يعني كنشعل الاعلى والاسفل وكنقص النار على المهل باش يتقرمش ليا ويطيب من الداخل ديالو. غادي نبقى مره كنحرك فيه بهذه الطريقه ونسد عليه مره كيف قلت لكم حتى ياخذ ليا هذا اللون. ما نخليوش حتى يغمق، غير يذهب ليه اللون بهذا الشكل هذا صافي كنحبسه. غادي نخليه جانبا وغادي نرجعوا لهداك يعني ديك الكنافه. انا تقريبا خليتها واحد نصف ساعه، ولكن قلت لكم كل ما مثلا درتو خليط كثير كل ما خليتوه كل ما كيعطي يطلق الخيط. هو في العاده كيضيفوا ليه محسن كيكون خاص بالكنافه، يعني المصانع الشرقيه اللي كيصايبوا الكنافه راه كيضيفوا واحد المحسن هو اللي كيخلي هذاك الخليط ديالهم كيطلق بالزربه. حنايا خلينا تقريبا واحد نص ساعه ورجعنا ليه.
كتشوفوا معايا درتو في جيب حلواني اولا غير بلاستيكه سبق لي ودرتها معكم بها، وكندير واحد الثقب رقيق، ممكن ديرو غير بالابره يعني غير يخرج ليا الخيط رقيق، وكندير واحد المقلاة اللي تكون غير لاصقه، ندير عليها هكا دايرها على نار اللي هي مهيله، يعني نار اللي هي تقريبا بحال الشمعه، وكنبقى كندير خطوط بهذا الشكل هذا. واخا يجي الخط على خوه ماشي مشكل، حيت هما كيتفرقوا ملي كطلع معاهم الحراره، مجرد ما كنديرهم كيبان لكم هذوك الخيوط كيطلعوا، ما تخليهمش حتى يطلعوا كاملين حيت غيبسوا. كنوضعهم جانبا، كيكون حدايا واحد المنديل ودا مغطيه هذاك المنديل يعني دايره منديل من الاسفل ومنديل من الاعلى باش ما توصلهمش الحراره ديال الصينيه. كنغطي عليهم بهذا الشكل هذا، وانا كنخدم اللي خدمتها كنحطها جانبا. انا عاود وريتكم من زاويه اخرى باش يبان لكم، يعني فيما كندير الخيوط الا كان عندي شي مثلا شي قطعه هكا خشينه خرجت ليا في الخيط، فكنحيدها وكنوضعهم على بعضياتهم. هذاك الصهد ديالهم كيخليهم كيزيدوا يطراو. بالنسبه للقرعه فبالنسبه لي انا ما جاتنيش عمليه، يعني تجربتي معها ما كانت غير ناجحه. جربتها تقريبا شي 3 ولا 4 المرات بقرعات اللي هما مختلفين، كندير فيها واحد الثقب هكا بالابره، ومني جربتهم ما كانش عندي الخطر ديال انني نبقى ندير، حيت هذاك الثقب مره كيتسد، واخا كيخرجوا رقاق من بعد كيتسد. يعني انا كنفضل بالخصوصا السيدات اللي كيديروهم يعني كمشروع، راه ممكن تصايبوهم وديروهم هكا في بلاستيك وتبيعوهم للناس هكا في شهر رمضان الفضيل، اولا السيده هكا ديرهم في البيت ديالها. القرعه ما غتساعدكش، غيبقى مره كيتسد هذاك الثقب وخاصك تعاودي. انا بالنسبه ليا الكميه كامله اللي خرجت ليا هي هذه، درتها في بلاستيك وكنحتفظ بها يا اما في المجمد الا بغيناها مده طويله اولا في الثلاجه. غادي ندوزو دابا نحضروا الحشوه ديال اول شكل. فكناخذ الكاوكاو، يعني كل لاطه تقريبا خدات ليا ما بين 300 حتى 400 غرام ديال الكاوكاو، والمكون الثاني غتشوفوه معايا فيما بعد. فهنايا عندي 300 غرام ديال الكاوكاو اللي غادي ناخذها، غادي نطحنها جيدا على هذا الشكل هذا ونخليها جانبا. وكناخذ هنايا الشوفان، رقائق ديال الشوفان، فلوكون دافون. المهم الشوفان كناخذو كنضيف ليه معلقه ديال الزبده، تكون زبده حيوانيه، وكنوضعو على نار اللي هي مهيله، ونبقى كنحرك فيه بهذا الشكل هذا حتى يذهب ليه اللون بهذا الشكل، نحصل عليه بحال كيجي مقرمش، وحتى الا دقتوه كيجي الطعم ديالو مبدل بزاف. غادي نطحنو، ولكن الشوفان بالذات كنطحنوه هو سخون، وكنطحنو حتى كيولي لي على شكل غبره. حاولوا الا كان عندكم الطحان ما كينيلش غربلوه، ضروري تغربلوه ما يدوش لينا هكا حب. الكميه اللي درت نص كيلو ديال الشوفان معها 4 ديال الكاوكاو، كنضيف عليها معلقه صغيره ديال القرفه، وكنضيف عليها هنايا ملعقه كبيره من الزبده اللي سبق لي وذوبتها، راه هنايا جمدات ذوبتها وحيدت لها داك الحليب اللي كيكون فيها، هي اللي كنضيفها. وكنضيف هنايا كيف كتشوفوا معايا اما المربى السائله اولا هكا يعني الكراميل، سواء الجاهز او اللي سبق لي ودرتو معكم فيديوهات سابقه. وكنجمع الحشوه ديالي بماء الزهر. بالنسبه للسيدات اللي يعني يبغيو يعرفوا اي وصفه، مثلا وصفه ديال الكراميل او اي وصفه، فدائما في البحث كتبوا غير مطبخ تيما، حطوا حداها الاسم ديال الوصفه اللي بغيتو غيخرج لكم. ما لقيتوهاش كيف كنقول لكم غير كتبوا لي في التعاليق وان شاء الله ندرجها لكم. فكنبقى كنضيف ماء الزهر تدريجيا حتى كنحصل عليها بهذا الشكل هذا، كتجي معلكه مفرته، ولكن في نفس الوقت ملي كنجمعها في يدي كتجمع. ما قويتش انا الحلاوه لانني غادي نسقيها، فديك الحلاوه ديال السقو كافيه. كنرجعوا هنايا باش نشكلوا اول شكل. فكناخذ شعريه ديال الكنافه، هانتوما كيف كتشوفوا معايا هنا راه كنت حضرتها وداز عليها تقريبا يومين عاد باش خدمت بها. فكتشوفوا كيفاش كتبقى طريه. كناخذ هنايا نصف كاس من الزبده وملعقه حتى الملعقتين من السكر بودره، كنضيفهم على هاد الكنافه وكنحرك كنلبسهم بهاد المكونات. خاصها تبسبس يعني بحال كنبسبسوا شي حاجه، وكذلك غنديروا معاها كاع الشعيرات ديالها كتعمر. من بعد كنوضعها جانبا، وكناخذ صينيه ديال الفرن اللي كندهنها ضروري بالزبده. اي نوع من المعسلات اللي غنحضر معكم اليوم خاصكم الصينيه تدهنوها بالزبده جيدا. وبالنسبه للتشكيل فغتاخذوا يا اما فنجان، انا ما صلحش ليا لانني خرج ليا الشكل كبير، عندي كبار، اولا شي مغرف صغيره بحال هكا، ولا شي طويصه هكا صغيره. انا غادي نخدم معكم بهاد الطويصه هذه. كناخذ واحد البلاستيكه وكنوضعها في القلب ديال هذيك الطويصه، وكناخذ واحد الكميه من الحشو ديال الكنافه وكنوضعه في الوسط، وبعد الاستعانه بهذاك البلاستيك كنبدا نضغط باش كندير واحد الثقب في الوسط.
كيف كتشوفوا معايا غنوريكم هاد الزاويه وغادي نوريكم زاويه اخرى باش تبان لكم اوضح. وكنحط هكا ديك الحشوه في الوسط ونضغطوا عليها. ملي كنضغطوا بهذيك الحشوه فهي كتخلي هذيك الكنافه تاخذ الشكل ديال القالب. هادو كيجيو بحال كيجيو الشكل ديالهم كيجي زوين كيجي بومبي. غادي ناخذ شويه من هذاك يعني الشعيرات ديال الكنافه وكنوضعوا باش كنغطي على الحشو وكنضغط بهاد الظهر ديال هذاك البلاستيك مزيان وكتاخذ لي الشكل بهذا الشكل هذا. كنوضعهم حدا بعضياتهم في الصينيه ديال الفرن. كيف غتشوفوا معايا مره ثانيه ديما كنديروا البلاستيكه فوق هذيك الطويصه ديالنا وكناخذ كميه من شعيرات ديال الكنافه وكنبدا كنضغط غير بالابهام ديال الابهام هو هذاك الصبع الكبير هو اللي كنضغط به. كنوريك مزيان حتى كتاخذ لي الشكل ديال الطويصه. ومن بعد كندير هنايا في الوسط واحد الكميه من الحشو كنديرها والحشوه راه كتبقى لكم اختياريه. انا تقريبا تما راه واحد نصف ملعقه كبيره اولا ملعقه اللي هي صغيره كنزيد الحشوه وكنغطيها. هاد المعسله بالذات عجباتني انا بزاف زعما كتجي مقرمشه وعجباتني اكثر يعني هكا بالعجين المنزلي كاع اللي كلها قالك احسن من العجين اللي كيتشرى من برا. هنايا بالنسبه للكميه اللي صيبت انا فكفاتني في الصينيه كلها الا دوك جوج صفوفه الاخرانيين. وبالنسبه لعجينه الكنافه في البيت فممكن يعني تشريوها. بالنسبه للسيدات اللي يبغوا يشريوها يعني هنا عندنا في المغرب راه كتباع تقريبا ب20 درهم نص كيلو يعني 40 درهم للكيلو. منين كنكملوهم كندهنوهم بالزبده مخلطه مع الزيت وكندخلوهم للفران. كنديروا قد الزبده قد الزيت وكندخلوهم للفران. ضروري يطيبوا على المهل ما نطيبوهمش على نار اللي هي مرتفعه باش كيتقرمشوا من الداخل ديالهم. وبالنسبه للشكل الثاني فغادي نشكل الحشوه ديالي على شكل سباعات. بالنسبه للكميه ايضا اللي كفاتني يعني نص كيلو ديال الشوفان مع رابعه ديال الكاوكاو. غادي ناخذ هنايا الكنافه انا خدمت بالجاهزه هنايا وغادي نبدا كنعبر. ممكن تصايبوا واحد السيجار وعليه كتمشيو في التقطيعه ديالكم ديال الكنافه. هنا كنقطعوها باش ملي كنبغيو نخدموها كتجينا ساهله يعني يجيونا الشكل يعني ديال الكنافه كلهم مقطعين حدانا غير كنهزو كنلولبوا بحال اللي كنقطعوا ورقه البسطيله. انتم غتشوفوا معايا صافي انا قطعتها كامله بهذا الشكل هذا. وضروري كنغطيها بواحد المنديل اللي نفزقه بالماء وعصره جيدا. كناخذوا ضروري واحد البخاخ حدانا ولا نرشوا غير بيدينا شويه ديال الماء وكنحطوا هاد الكنافه خصوصا الكنافه الا كانت عندكم يابسه فملي كتحلوها رشوها بالماء كتبدا كطرى ولكن ما ترشوش حتى تعجنوها. هذاك الماء كيخليها تلتصق والخيوطه كيمشيو لكم قادين. غادي نستفهم بهذا الشكل هذا وكناخذ هنايا نرش عليها قليلا باش كطرى. خصوصا انا هذيك لقيتها يابسه فانا فضلت ديال الدار. ندمت قلت علاش كنا درتها ديال الدار كتعطي الشكل زوين كيبانوا الشعيرات اكثر من هذه ديال سوريا كتكون رقيقه بزاف. صافي غادي نبدا كنلف بهذا الشكل هذا بعد ما كندير دوك السباعات اللي شكلتهم وكنبقاو غادي نكلفوا. حنا كنزيروا يدينا ضروري نزيروا يدينا هي راه ما كترتقش غير زيروا يديكم باش كتشد هذاك الشكل ديال الصباع. صافي وفي الاخير بالاستعانه ديال هذاك الماء اللي في النهايه كتلصق على بعضياتها. هي هاد الكنافه الكوله ديالها هي الماء كشيش قلت لكم ما ترشوش بزاف تتعجن. صافي كنبقى غادا حتى الاخير ومني كنوصل للاخير كنضغط عليها مزيان باش كتاخذ هذاك الشكل ديال الاصبع او الشكل ديال السيجار. وغادي نكمل بنفس الطريقه الكميه كلها. غادي نوريكم من الاعلى باش يبان لكم. فديما كنلفوا على الحشو وكنبقاو غاديين وحنا كنزيروا يدينا حتى نوصلوا للنهايه باش كيجي داك الشكل ديالها محكوم. هنايا بانت لي ناشفه في الاسفل فرشيت شويه ديال الماء عليها باش كتلصق بحال الكولا يعني كنكوليوها غير بهذاك الماء. صافي غنصففهم بهذا الشكل هذا وغادي ندهنهم. كيف قلت لكم انا الزبده ذوبتها حتى حيدت داك الحليب ديالها ومن بعد ضفت قد الزبده قد الزيت حيت الزيت هو اللي كيعاون انها كتقرمش. غادي ندخلوها الفران. ديما انا كنطيبهم على 150 من الاعلى والاسفل ولكن راه كتبقاو تراقبوا الطيب ديالكم. الشكل الموالي فعندي هنايا نص كيلو ديال الكاوكاو كنحيد ليه واحد الزلافه اللي غادي نحتاج ليها فيما بعد. كناخذ هنايا النكهه ديال زهره البرتقال غادي نضيفها وغادي نضيف عليها ملعقه صغيره من القرفه يعني نص معلقه اللي هي كبيره. غادي نضيف ايضا ملعقه حتى الملعقتين من السكر بودره على حسب الرغبه ديالكم حيت حنا هاد المعسلات كنسقيوهم فلا داعي اننا نكثروا ليهم السكر في الاول. وغادي نخلط هاد المكونات جيدا مع بعضياتها. هذا هو الخليط اللي غادي نديروه في الحشو.
من بعد كناخدو الصينيه ديالنا ضروري ما ندهنوها بالزبده مزيان، حيت خصوصا الزبده في هذه المرحله هذه غادي نحتاجو ليها باش تلصق لينا هذاك الخليط. انا بالنسبه للزبده هنا راه عندي بردات، ولكن معليش. صافي غادي ناخد هنايا الكنافه، كنقيس على الطول ديال الصينيه وكنقطع على قد هذاك الطول. وغادي تعرفوا معايا فيما بعد علاش. من بعد ما كنقطع هذيك الكنافه، فدائما كنقول لكم الا كانت عندكم الكنافه شريتوها ولقيتوها يابسه، فحاولوا تحلوها وديروها فوق شي منديل وما تضغطوش عليها باش ما تكسرش، ورشوها هكا بالبخاخ اولا سبراي ديال الماء، غير الماء عادي صافي، وكترجع في الطراوه ديالها ولوحوا عليها واحد المنديل يكون معصور. هنايا كنبدا هذيك الكنافه كنحلها وكنحل الاشرطه اللي يجيو طوال بهذا الشكل هذا، وغادي نوضعهم جانبا ونحاولوا نحلوها باش كتجينا دوك الشعيرات محلولين، ما كتجيناش معجنه على بعضياتها. وديما نديرو كميه اللي هي معقوله، يعني ما نديروش الشريط يكون غليظ كيف ما غتشوفوا معايا. من بعد كناخذوا هاد الاشرطه هادو وكنبداو كنبرموهم بهاد الطريقه، يعني كل يد كتبرم في جهه باش كيجيو ملويين. وكنفعل هذيك الزبده اللي دهنا كيلصقوا في الصينيه ديال الفرن. كندير واحد من هاد الجهه وواحد من الجهه المقابله، وكنبدا كندير مستطيلات اللي هما طوال بهذا الشكل هذا حتى كنكمل الصينيه كامله. يعني كنبدا كنبرم وكنديرهم بهذا الشكل هذا، ومن الافضل تبرموهم بعيد باش ما يبداش يطيح لكم هذاك التفرتيت هذوك الشعيرات ديال الكنافه. صافي من بعد غادي ناخذ اشرطه اللي يكونوا صغار ويكونوا قد الجهه المقابله. الا جاكم الشريط طويل فحاولوا تحيدوا داك الفائض، وديما الفائض راه ما كيضيعش، كنخدموا به في نفس الفيديو غادي نخدموا به كيف غتشوفوا معايا. صافي غادي نكمل بنفس الطريقه، كنبرم وكندير حتى كنحصل على مربعات بهذا الشكل هذا. كيجيو هاد المربعات هما القد ديال التقطيعه اللي غتشوفوا معايا فيما بعد. هاد المعسله هذه بالذات شفتها عند واحد الاتراك وعجباتني بزاف، ولكن هي داروها بالبيستاج. انا قررت انني نديرها بالكاوكاو، ولكن زعما اللي متوفره ليه يدير اللوز او يدير هكا اللوز يكون حب، غير تحمروه وتخدموا به، غير يتصهد ماشي حتى يتحمر، تخدموا به كيجي باين اكثر، كيجي بحال الشكل ديال النوكا. غادي نسقيها كامله بالزيت مع الزبده، وكناخذ هذاك الخليط اللي حيدته في الاول ديال الكاوكاو وكنبدا كنعمر فيه هاد الثقوب بهذا الشكل هذا، كنعمرهم مزيان. وهاد الثقوب هادو كيف قلت لكم راه كيجيو بحال النوغا من بعد كيتعلقوا. سمحوا لي الا دويت بزاف، ولكن راه قلت لكم راه كنعتبركم بحال خواتاتي ولا شي بحال كنشرح لماما ولا اختي ولا شي واحد حدايا، خاصني نوصل المعلومه، خصكم داكشي يوصل كيخرج من القلب، كنتمنى يكون كيوصل للقلب. فسمحوا لي الا اطلت عليكم الشرح. هذيك الكميه اللي بقات لي ديال الكنافه قطعتها كطريفات صغار، وزدت ليها 4 كاس ديال الزبده مع الزيت، وزدت لها ايضا ملعقه من السكر بودره، وهي غنشتتها في هذا الشكل هذا. غادي نحلها باش نغطي بها على هذاك الحشو، وديما ملي كنحلو كنديرو كنضغطو باش كتلتصق عليه. كتجي هذه هي الطبقه العازله بينه وبين الحشوه اللي غادي نديرو. كنبقى كنحلها وانا كندير بهذه الطريقه هذه، يعني بحال كنفتلوها بهذا المعنى صافي غادي نكمل بهذه الطريقه هذه. ومن بعد كناخذوا الحشوه ديالنا اللي درنا ديال الكاوكاو مع القرفه والسكر بودره وكنسكبوها في الوسط. كنديروها بهذه الطريقه هذه، كنبقاو كنوزعوها حتى نوزعوها على قد الصينيه كامله. وبالنسبه للكميه راه اختياريه، ممكن ديروا اي كميه كتفضلوها، يعني ماشي بالضروري نص كيلو. انا كنقول الصينيه كتهز نص كيلو، فانتوما كديروا على حسب الرغبه ديالكم. ملي كنديروا ديما كنضغطوا باليدين ديالنا بحال كنملسوها باش من الاسفل كتجي مسطحه، والباقي اللي بقى لي ديال شعيرات الكنافه كنسرحوا بهذه الطريقه هذه باش كنغطي به على الوجه ديال الكاوكاو اللي درنا في الوسط. صدقوني هاد الحشوه كتجي ما بين القرمشه والتعليقه كتجي واعره بزاف. غادي نوزعها بهذا الشكل هذا حتى نكمل عليها كامل. ومن بعد كناخذوا الصينيه اولا شي حاجه اللي تكون عندكم مسطحه وكنضغطوا مزيان باش كتاخذ لينا الشكل كامل ديال، يعني كتسطح الوجه ديالها من الاعلى ومن الاسفل، هي الوجه ديالها هو لتحت كيف ما تشوفوا معايا فيما بعد. غادي نضغط عليها مزيان ومن بعد كندخلها للفران. بالنسبه للوجه فما سقيتوش لانني سبق لي وسقيتها، يعني من الاسفل وحتى الشعيرات سقيتهم. وديما هانتوما ما كنديرهاش في الرف اللي قريب للاسفل، كنديرها في الثاني، كنبعدها على النار. الناس اللي عندهم فران الغاز ضروري تبعدوها على النار. بالنسبه للشكل الاخير هو الشكل ديال العشيشات او العش البلبل كيف ما كل واحد كيسميه. غادي نديرو معكم بدون قوالب، فاما كتاخذوا شي، انا هذيك اللعبه ديال بنتي حتى هي كتخدم،
يعني كتكون مدوره شي حاجه اللي تكون مدوره، اولا هكا غير هاد البوق اللي كيكون عندنا كاملين اللي كنديروا به الحلوى. فهذا كناخذ الشعيرات اللي خطوط اللي كيكونوا طوال وكنبدا كنلف به، وديما ديك البدايه كنديروا عليها الماء باش كتلتحم، وحتى النهايه كنلحموها بالماء. كندوروها بين يدينا بهذا الشكل هذا صافي، وكنحيدوها بكل سهوله. كيجي هذا الشكل ديال القوالب بهذا الشكل هذا، يعني كيجيو ساهلين في الخدمه ديالهم. غير الكنافه كيف كنقول لكم خاصها تكون طريه، ما تكونش يابسه بزاف وكتفرتت. صافي غادي نبقى دائما بالاستعانه بالماء الا شتي بلاصه طريه يابسه نرش عليها باش تطرى صافي، وكنلفها كتجي على هذا الشكل هذا. غادي نكمل انا الكميه ديالي كلها. من بعد ما كنكملها حيت كيكونوا فارغين من الاسفل، غادي ناخذ شويه ديال الكنافه دهنتها بالزبده ولا بلا ما دهنوها حتى الاخير عاد ندهنوها صافي، وغنديرها في الاسفل. مديرش عليا راه كنقول لكم كنشرح بزاف كنتلف. صافي غنبقى كندير شويه شويه، ومن بعد كناخذ الحشوه اللي درنا ديال الشوفان والكاوكاو. الكميه اللي كانت شاط ليا قليله هي اللي درتها في الاسفل باش هكا العشيشات ما يهزوش ليا المكسرات بزاف، وعاوتاني كتجي معلكه في الوسط كتجي واعره، غتشوفوها معايا في الاخر. غادي نبقى كنضغط، ومن بعد كنجيب الزبده مع الزيت وكنبدا يعني كنبدا كنسقيهم. هادو خاصهم شويه يتسقاو باش كيجيو مقرمشين. ولا شفتوهم ما طابوش لكم من الجناب حاولوا تنقصوا الكميه وتوسعوهم باش يدخل معاهم الهواء. اذا كان الفران ديالكم ما كيوزعش الحراره حاولوا انكم تباعدوا بيناتهم باش يتحمروا من الجناب. غادي ندخلهم الفران، ودائما المراقبه. وندوزو نحضروا السيرو. بالنسبه للسيرو اللي كنسقيو به فكنسبق لي درتو معكم في المعسلات اللي قبل. كندير 2 كيسان ديال السكر مع كاس ديال الماء، دائما قيسوا بنفس الكاس. كنضيف عليهم ملعقه ديال الزهر، عصير ديال نص حامضه، وجوج شرائح ديال الحامض. ما نقيسوش فيهم بتاتا بشي معلقه باش ما كيتسكرش لينا يعني كيجمدش. كنوضعوه على نار اللي هي متوسطه ونتسناو عليه حتى كيذوب السكر تماما، يعني ما يبقاش عندنا السكر باين لينا. ملي كيذوب تماما كنخليو بهذه الطريقه هذه واحد يغلى واحد المده ديال 10 دقائق صافي. 10 دقائق من بعد ما كيذوب السكر تماما كنطفيو عليه، وممكن تنقصوا النار واحد شويه ولكن ما تقتلوهاش، خصو يطيب على نار اللي هي متوسطه. من بعد كنسقيو المعسلات ديالنا وهما سخان، والسقوه خاصها تكون سخونه. راه ملي كيبردوا راه كتبقى فيهم التقرميشه، ولكن باش تعلك لينا الحشوه من الداخل المعسلات الشرقيه كتبغي تسقى هي سخونه والحشوه سخونه. والناس مثلا اللي بغيو يديروا العسل فغادي ديروا 250 غرام ديال العسل مع واحد خاصو يكون خفيف، غتخفاو بواحد نص كاس ديال الماء حتى الكاس لاروب. كنسقي المعسله ديالي الاولى والثانيه اللي كتكون على هذا الشكل هذا كيف قلت لكم كتجي فحال النوغا صراحه كتجي معلكه. هذيك غادي نقلبها بهذه الطريقه هذه. ممكن تقلبوها في صينيه اخرى، انا درت ليها هذه الخشبه هذه قلبت عليها، ومن بعد غادي نرجعها في نفس الصينيه. بانت ليا باقي ما تحمراتش من الوجه فغنرجعها تحمر واحد شويه ومنها نسقيها. وبالنسبه كيف قلت لكم هذوك المربعات الا درتو شي مكسرات اللي كتكونش هكا حب، كتكون حبات كبار كتجي باينه اكثر من هكا. صافي غادي نرجعهم نسقيهم، وبنفس الطريقه كنسقي المعسلات كلها ونعسلها. بالنسبه للمعسلات ديالنا ملي كنسقيهم فكنخليهم حتى كيبردوا عاد باش من بعد كنزينوهم. هاد المعسله هذه فكنقطعها المربعات بالاستعانه بهذوك الخطوط اللي درتهم في الوسط في الاول، ومن بعد ما كنقطعها فكنزينها على حسب الرغبه نتوما والرغبه ديالكم في التزيين. انا زينتها بالبيستاج هكا مع الورد اللي كان عندي مهرمش. المعسلات الاخرين زينتهم بالمكسرات، والعشيشات درت لهم حتى هما درت البيستاج ودرت وحدين باللوز ايفيل. المهم قلت لكم انا التزيين راه كيبقى كل واحد شنو متوفر عنده في البيت ديالو. بالنسبه للثمن ديال البيع فهادو اللي كيكونوا فيهم البيستاج واللوز فراه كيمشيو يعني الكيلو ب 150 درهم. الثمن ديال البيع ديال الاخرين اللي كيكون فيهم غير الكاوكاو كيمشيو ب 100 درهم. كنتمنى نكون فتكم بالنسبه لطريقه الاحتفاظ، وهذه مهمه بزاف. فكنديروا بلاستيك، كنديروا كيف ما كنديروا في المعسلات كاملين، كنديروا طبقه هكا من المعسلات وكنفرقوا ما بين الطبقه والطبقه بالبلاستيك حتى كنكملوا العلبه ديالنا. وضروري من المجمد يعني غير تصيبوها تبرد تزينوها تقادوها بحال هذا الشكل هذا وكتدخلوها المجمد، سواء كنتوها تبيعوها او لا تحتفظوا بها رمضان. فملي كتبغيو كتهزوا غير هذيك الطبقه اللي بغيتو للسيدات اللي غايبغيو يحتفظوا بها وديروها في علبه صغيره. الوقت اللي بغيتوها راه يعني كديروها غير في الثلاجه. ملي تخرجوها تبقى غير في الثلاجه كيبقى شاد على هذاك التعليكه ديالها،
كتشوفوا معايا كتجي هشيشه ولذيذه. كنتمنى هاد الوصفات اللي نزلت لكم ينالوا الاعجاب ديالكم. الا عندكم شي اقتراحات خليوها ليا. كنحبكم من القلب، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.